السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سلمى ديليسي استوس. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم وصفه ديال تحليه بالفريز كتجي رائعه، لذيذه جدا، سهله في التحضير كيف ديما بطبيعه الحال. غنخليكم مع الفيديو باش تشوفوا تفاصيل تحضير هذه الوصفه. نتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لاول طبقه عندي هنا كميه ديال الفريز مقطع مكعبات، ربع لتر ديال الماء، وعندي علبه كبيره ديال مسحوق ديال الفلون بالنكهه ديال الفراوله. انا استعملت الكبير اللي كيكون بالسكر. ممكن ايضا تستعملوا الجيلي الا كان متوفر عندكم. هنا ما استعملتوش لان كاين الناس اللي ما سالش عليهم انهم متوفروا عليه، يعني كيتباع غير في المراكز التجاريه الكبرى. صافي. وممكن ايضا تستعملوا حتى الصغير اللي كيكون ديال درهم ونص باي نكهه يعني بغيتو. كتضيفوا واحد المعلقه كبيره حتى المعلقه ونص ديال السكر وتستعملوا، يعني تخدموا بنفس الطريقه. هنا كناخذ المسحوق ديال الفلون ديالي كنخلطوه هو والماء، غنخلطهم مزيان وعاد غادي نديرهم فوق العافيه. غنخليه مزيان، نبقى كل مره نحركو، غنخليه يغلي مزيان فوق العافيه حتى تطلع الغليه مزيان. عاد نطفي عليه وغادي ندوز، غادي نخليه يبرد لي يعني اولا يولي دافي ما يبقاش سخون. عاد غادي نستعملو. ممكن تستعملوا فلون بنكهه الموز اولا الفاني، يعني على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر. فقط كيبقى غير الاختيار ديال الفواكه، يعني ديروا راه ممكن يتماشوا مع الفخيط، ولكن يعني فاش تجيو تختاروا فواكه ديروا فواكه اللي كيتماشوا مع بعضياتهم باش يجيكم بنين في المذاق. صافي. هنا غادي ندوز، غادي ندير الفريز في القاع ديال الاكواب ديالي. هنا استعملت كبار، الكيسان كبار، ممكن تستعملوهم صغار. بالنسبه للفريز استعملت 5 ديال الحبات كبار. ممكن تستعملوا خليط ديال الفواكه يعني ولا اللي كيتبقاو لكم باش ما يخسروش ولا هذا، يعني تستغلوهم حتى هما يجيكم زوينين. صافي. هنا غادي نكب مقدار ديال هذاك الخليط فوق الفريز، غادي نخليه حتى يبرد تماما، عاد ندخلو للثلاجه. بالنسبه لتاني طبقه غادي نحتاجو نص سيطرو ديال الحليب، 3 د المعالق كبار ديال السكر سنيده، 3 د المعالق كبار ديال النشا، معلقه كبيره ديال مسحوق الحليب، ساشي ديال السكر فاني، ممكن تعوضوه بساشي ديال السكر ديال الزهر. عندي هنا 50 غرام ديال شوكولا ابيض من نوعيه جيده. هنا استعملت الدروبس ديال الكوكيز، هما اللي كانوا متوفرين عندي. ممكن تستعملوا حتى هذوك اللي كيكونوا مدورين بحال هذا الشكل، غير هما كيكونوا بيضين، يعني شوكولا ابيض. اللي ما عزيزش عليه شوكولا ابيض ممكن يستغني عليه في خطره. وعندي علبه ديال الياغورت اللي كيكون ديال الجبن بالسكر. انا كناخذ النشا، كنضيف عليه واحد الكميه قليله ديال الحليب. يعني طريقتي انا في التذواب ديال النشا ديما هي هذه، كندير غير واحد الكميه قليله باش كتسهل عليا انني نذوبها ونتاكد انها دابت، ما دير لي لا تكتلات لا والو، سواء في النشا سواء في الدقيق. عاد كنضيف الكميه اللي كتبقى ديال السوائل. هنايا من بعد ما خلطت النشا وداب ليا مزيان، ضفت السكر فاني، الحليب والسكر سنيده، ودرت الكميه اللي بقات ديال الحليب السائل. صافي. كنديرهم فوق النار ومع التحرك هكا غادي نبقى كنحرك فيه حتى وكان يعقد ليا اولا يتقل ليا. هنا ما كنحيدوش يدينا من التحرك، يعني ما كنغفلوش عليه باش ما تحرقش لينا النشا لتحت، ما تهبطش تستقر في القاع وتولي محروقه وتخسر لكم كلشي. من بعد ما كتعقد كنطفي العافيه، كنضيف الشوكولا او كنضيف الياغورت اللي عندي وكنخلط مزيان. الياغورت ممكن تستعملوا حتى الياغورت الطبيعي كيكون بالسكر اولا ديال الفراوله اللي كيكون كريمي، يعني كتبقى لكم حريه تستعملوا اللي بغيتو. تقدروا تعوضوا يعني حاجه بحاجه على حسب المتوفر. هنا من بعد ما كيبرد ليا داك الجيلي اولا داك الفلون كيشد راسو مزيان، عاد كنخرجوه من الثلاجه. كنجي كنفرغ هذا الكريمه ديالي اولا الخليط ديالي من فوق الطبقه الاولى اللي درنا. من بعد ما كتكون شدت راسها، يعني هنا غادي نخليهم حتى وكان يبردوا مزيان عاوتاني، عاد ندخلهم للثلاجه. ما كنديروهش مباشره وهو سخون باش ما يعرقش لينا في الثلاجه ورجع داك الندى ديال الماء ولا يدير لكم هذيك الطبقه د الماء من الفوق. صافي. كنحرك واحد شويه باش يجيني السطح مستوي، ومن بعد غادي ندخلوه يبرد يشد راسو. من بعد ما كتبرد التحليه ديالنا، يعني الطبقه الثانيه كتشد راسها مزيان، كنخرجوهم وكنزينوهم حسب الرغبه. هنا استعملت الانصاف ديال الفريز والتوت الازرق. ممكن ديروا نتوما الفاكهه اللي بغيتو، يعني على حسب اللي استعملتم من الاول. ممكن ايضا ديروا كولي مثلا ديال الفريز الا بغيتو ديروه كطبقه ثالثه. تاخذوا كميه ديال الفريز مع عصره ديال الحامض وشويه ديال السكر وطحنوهم مع بعضياتهم. ممكن ايضا ديروا البسكوي مطحون، يعني داك
الشيء على حسب المتوفر وعلى حسب الرغبة ديال كل واحد. هنا غنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، كنتمنى انه هاد التحليه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كتبقى فكره سهله سواء للفطور سواء للسحور. كنشكركم على الدعم الدائم ديالكم وعلى المسانده ديالكم ليا. كنرحب حتى بالناس الجدد اللي انضموا للقناه. كنتمنى انكم تلقاو هذاك الشيء اللي تبغيو عندي وانكم تستافدوا مني. بالنسبه للناس الجدد لاول مره كتشوف الفيديو ديالي ولا كتلاقى مع القناه ديالي، الا بغيتوا دائما توصلوا بالجديد، فما عليكم الا تشتركوا وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم اي جديد. ومن هنا الفيديو قادم خليت لكم راحه البال، ومع السلامه.